يا مساء السعادة بزيادة. بتقولوا لي وحشتينا، وحشنا كلامك على الكنبة والقعدة الرايقة وشرب الشاي. أنا عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. إحنا بنقفل سنة بكل حلوها وكل مشاكلها وكل ضغوطها، وبنبدأ سنة جديدة. وأنا وعدتكم، أنا كنت ببيض يا جماعة، أول ما ألاقي كرسي أو كنبة ينفع أقعد عليه هنقعد ونتكلم ونرغي في كل حاجة. فالنهاردة لقيت الحمد لله كنبة أهو، وقررت ارغي معاكم عن العيله. اول حاجه نعملها في حياتنا اننا نتكلم عن بيتنا الصغير، انا وجوزي وولادي، او انا واخواتي وبابايا ومامتي، وبيتنا الكبير، العيله الكبيره. احنا عملنا تجمع عائلي السنه دي نحتفل كلنا مع بعض، ودي دايما عاده بنعملها انا واخواتي في بيوتنا. فقررت سهيلة بنتي بقى ايه انها تطبخ بنفسها. فعايزة اوريكم رحلة الطبخ بتاعتنا ورحلة العيلة. بس الحقيقة انا عارفة كمان انه في ناس كتير قوي ما بتبقاش مستريحة في التجمعات العائلية، من أول المشكلة بتاعت نتجمع عند حماه ولا حماتي، ولا حماتك ولا مامتي ولا مامتك ولا الكلام ده كله، لحد إنه ما بنبقاش مستريحين، مش عارفة مين سلفتي اللي فيها إيه، ولا سيلفي اللي فيه إيه، ولا مين بيجزلي على السين وهو بيتكلم، ولا مين بيستعرض، ولا مين. كل الكلام ده تفاصيل. المهم اننا نتجمع كعيلة. كمان الولاد لما بيبقى عندنا ولاد احيانا كتير ما بتحبش تتجمع مع العيلة لكذا سبب. يا اما بنطلعهم على المسرح ونقعد نتريق عليهم ونستظرف عليهم، يا اما ما بيلاقوش نفسهم. فاهم حاجة في تجمع العيلة اننا اولا نبقى كده ايه، خفاف على بعض. ما فيش معنى لاننا نتكلم في مواضيع حد بيتضايق او حد نتريق عليه. كمان علشان نجذب ولادنا لازم يبقى عندنا حاجة تنفع للجميع. فمن اول الصغيرين لحد المتوسطين في الاعمار، لحد الشباب، لحد الشباب الكبير شوية، والمخطوبين والمتجوزين. اهم حاجة في التجمع ده، على فكرة الكوباية ممكن تقع اهو امسكها، اهم حاجة في التجمع ده اننا بنتدفى في بعض، اننا بنتعلم نتكلم مع بعض، اننا نتعلم نستحمل بعض. هوريكم الليلة اللي احنا عملناها، وبالمناسبة احنا عملناها بدري عن راس السنة، يعني عملناها امبارح علشان ندي فرصة كمان للي هيخرج مع اصحابه من الشباب اللي عنده ترتيبات. لازم نبقى واخدين بالنا وعاملين حساب الاخرين. نبدأ مع بعض في المطبخ ونشوف سوسو وابداعاتها. وبما اني بتكلم معاكم دلوقتي فالحمد لله عدت على خير. كل سنة وانتم طيبين، ووعدكم ان هنتكلم كتير قوي 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 في السنة الجديدة من بيت نهاد. تعالوا ندخل المطبخ الاول ونشوف هنعمل ايه. يا سوسو صباح الفل يا سوسو، بتعملي ايه يا سوسو؟ انت متأكدة يا سوسو؟ يعني عايزين نبدأ السنة كويسة يا سوسو. بعمل لكم بط. بط بايه؟ ماشية تقولي للناس ان انت اللي هتطبخي ايوه وبتشغلينا انا. ايوه. طيب والبط ده ان شاء الله هيبقى بايه كده؟ خير اللهم اجعله خير. رمان وبرتقال. رمان وبرتقال. شيف سوسو ممكن تقولي لنا حضرتك بتعملي ايه؟ بعمل مساج للبط. بتعملي مساج للبطة؟ طب ايه ال الادوات والمكونات بتاعت المساج؟ لا معلش سوري، عشان لما تعجبكم تطلب مني، ولو ما عجبكوش ما تقولوش انا. طب يعني مش امك اولى بالمساج ده يا سوسو؟ يعني قاعده تمسجي وتدلعي في البطه، يعني مش كده. طب سوسو ممكن تغششينا انت بتعملي ايه طيب؟ طب إيه يعني بطاطا ورمان افرضي هعمل مشروع. انت هتنافسي اصحابك بقى. بالظبط. ايوه يا بنت حافظ، قولي لي بقى بتعملي ايه كده؟ ده جلاش مشكل جبن. ايوه ايوه وسلامي. ماشي. انت يعني احنا ليلة راس السنة دي يا سهيلة غالبا يعني والله اعلم كده ان احنا هنحتاج نعمل بعدها رجيم 4 سنين. انت ضميرك مستريح؟ بصي لي كده وحطي عينك في عيني، انت ضميرك مستريح على اللي انت بتعملي فينا ده. الدكاترة والمدربين بتوعي ما يشوفوش
ماشي ماشي ماشي. يا لذيذ يا رايق. انا حتى مقلله لك السمنه عشان طبعا طبعا. يعني اخيرا سوسو عملت السفره بتاعت راس السنه. بنشي تربيتي اتفضلي. انا ايوه هجوم ايه رايكم؟ لا ناكل الاول تحت مش كده؟ ايوه هو ده زي البيتشز بتاعت الاونلاين يعني هو كده ومن غير مندوب. لا من غير مندوب. عايزين ندوق طب يعني والله بنتي الصنعه تتحدث عن نفسها. يعني والريحه والريحه ولازانيا لا وفي قوم لسه ورا اهو. يلا كل سنه وانتم طيبين. يا خالته رحتي فين؟ خالته افتكرت الصلاة دلوقتي. زي مين العيلة اللي بتفتكر الصلاة ساعة الأكل؟ ساعة ما نحط الأكل نفتكر كل حبيبتي يا خالته. يلا يا عمور. أميرة. يلا أميرة. بتنيم توت. يلا يا جماعة كل سنة وانتم طيبين. سوسي يا دودو يا هنو يا محمود يا ميار. يلا يعني بصوا بقى احنا غدا اول حد افتتح يعني السفرة معاها محمود قول يا محمود. اتفضل قول يا محمود. اتفضل قول يا محمود. درس الألماني يا محمود. سمع درس الألماني. عملنا مراجعة بسيطة. أيوة مراجعة هلا مش عايزة تدخلي مراجعة ألماني؟ أنا أمين. أنا بابا ألماني. مش كده؟ صح؟ أنت تاني؟ محدش يقول تيتا بس. صح ولا غلط؟ تيتا بس؟ قولي تيتا. في نظام هنا. انت يا تيتا اللي هتقولي المرة دي. أغنج. انت بتلخبطي كده يا تيتا. لا يلا مين هيحتفل؟